السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إيمان من مطبخ الفيروز وفيديو جديد. أم علي بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية ومش مكلفة خالص. لا هتشتري لها بقى جلاش مخصوص ولا هتجيبي علبة جاهزة فيها من فيه مكسر، لا احنا هنعملها مع بعض ببواقي الرقاق الناشف المكسر اللي بتبقى موجودة عندنا كده في أواخر الكيس لما خلاص بيكون بقى خلصنا كيس الرقاق. هتجيبيهم تحطيهم في صينية وتحطي عليهم معلقة سمنة تقلبيهم مع بعض كويس عشان نغلف كل الرقاق بالسمنة، وبعد كده نضيف عليهم معلقتين زيت عشان انا هنا هحمر الرقاق. لازما يا جماعة ياخد تحميرة، ما ينفعش يتعمل باللون الابيض كده زي ما هو، هيعجن معانا وهيبقى عامل يعني مش هيبقى حلو خالص، مش هيبقى ام علي اصلا. هو اللي هيديكي طعم ام علي ان انتي تحمصي الرقاق. نبدأ بقى ندخلهم تحت الشواية. الطريقة دي انا بفضلها عن ان انت تعمليهم مع البوتاجاز يعني من فوق، بس اللي يريحك الطريقة اللي انت حابة تحمري بيها. هنا بدأ ياخد معايا لون، اديله بقى تقليبة عشان بقية القطع كلها تبقى نفس اللون. في المرحلة دي بقى بكون مجهزة عندي كيلو لبن بغليه. لازم ان اللبن بيكون مغلي وتضيفي عليه السكر زي ما انت عايزة. هنا خلاص كان كلها كده خدت معانا اللون اللي احنا عايزينه الذهبي الجميل ده. ابدأ بقى اضيف اللبن ما تضيفيش الكيلو كله مره واحده، يعني ضيفي مثلا الاول كيلو الا ربع، لو حسيتي ان هي محتاجه ضيفي تاني. انا هنا ضفت الاول كيلو الا ربع واربع معالق سكر. السكر طبعا حسب الرغبه، بس حسيت ان هي لسه عايزه كمان شويه ضفت كمان كوبايه، يعني هو كده بمعدل كيلو بالظبط. انا بحب اللبن بتاعها يكون زياده شويه. تبداي بقى تقلبيها كده تشوفي سمك اللبن برضو يعني كويس ولا عايزه تزودي لبن تاني او لا. كده تمام وزي الفل. ابدا بقى اضيف لها قشطه اللي بنشيلها من على وش اللبن، هتديها تحميره كده من على الوش، تديها شكل حلو قوي. تكوني بقى مجهزه الفرن بتاعك على درجه حراره 200 او 220 لمده 8 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي، وبعد كده تشغلي الشوايه تاخد لون من فوق. هي بتطورش في الفرن. هنا بقى انا كنت شغلت الشوايه عشان تبدا تتحمر معايا وخرجت معانا بالشكل الجميل ده. صينيه كبيره هتكفي العيله كلها وعملتيها في 10 دقايق وطعمها حلو جدا، هتعجبك قوي. جربوها بالبواقي الرقاق الناشف هتعجبكم قوي، احلى من الجلاش بكتير. لو عجبتكم بقى الوصفه بتاعتنا ما تنسوش تشتركوا في القناه، محتاجين دعمكم يا جماعه، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.